بما انكم الفتره الاخيره بتطلبوا مني توزيعات من الورق، فالنهارده عملت لكم 3 افكار اسهل واحلى من بعض، وكمان بخطوه واحده تقدروا تخلوا التوزيعات دي مناسبه معاكم لاي مناسبه عندكم. في الافكار كلها انا استخدمت ورق A4 مطبوع، بتني الورقه بالنص كده وبفردها مره تاني، ومن هنا كده بضم اطراف الورقه على بعض وبتني الحته دي عشان يظهر معايا علامه في نص الورقه، وعملت نفس الخطوه الناحيه التانية. تقدروا تعملوا الخطوه دي بالمسطره كده بالمقاس يعني، بس انا بستسهل كده. عندنا تانية في نص الورقه، وعندنا العلامات اللي في الاطراف دي. هحط المسطره مايله كده توصل من عند التانية اللي في النص لحد العلامه اللي في الطرف ده، بعدين بتني الجزء اللي بره ده. هكرر نفس الخطوات الناحيه التانية. احنا كده تقريبا خلصنا. بصوا مجرد ما نلمها على بعض هيطلع شكلها كده. دلوقتي محتاجين نعمل فتحه بالخرامه في الناحيه دي والناحيه التانية كمان عشان نقدر نقفل التوزيع. وبس كده نحط التوزيعات ونلمها على بعض تاني، وبأي شريط ستان او خيط ندخله في الفتحات دي ونربطها. لو هتستخدموا شريط ستان ما تنسوش تستخدموا الولاعة على الأطراف. شايفين ما خدتش وقت خالص، بجد من أسهل وأسرع التوزيعات اللي ممكن تعملوها. شكلها حلو جدا. يلا بينا نشوف الفكرة التانية. برضو ده ورق مطبوع، بتني 1 سنتي من حرف الورقة كده، بعد كده نحط عليه غيرة أو صمغ ونتني الورقة كلها ونلزقها في بعض، بعدين نتنيها مرة تاني ونرجع نفتح آخر تانية دي. أخدت علامة عند 4 سنتي من الطرفين اللي فوق واللي تحت وتنيت الورقة، بعدين نتنيها على بعض بالشكل ده، وبقص الزاويتين دول مايلين كده ونحاول يبقوا قد بعض يعني. بعدين نفرد التنايات كلها، نعمل فتحات في الزوايا دي لحد التانية اللي كنا عاملينها عند 4 سنتي، بعدين نتني كل الورق ده ونلزقه في بعض عشان نقفل التوزيع من تحت. حطوا اي حاجه تحبوها بقى، وبعدين لموها من فوق كده واربطوها بشريط ستان او خيط خيش، هتبقى حلوه جدا. التوزيعه دي شكلها في منتهى الشياكه بجد. بصوا تحفه. يلا نشوف اخر فكره. الفكره دي مش جديده بس هقدمها لكم بطريقه بسيطه قوي عشان عارفه انها مش بتظبط مع ناس كتير. اول حاجه بتني 1 سنتي من الورقه، نحط عليه غيره او صمغ ونتني الورقه ونلزقها في بعض. نحط المسطره هنا كده واحنا سايبين 2 سنتي من بره، نتني الحرف ده ونعمل كده الناحيه التانية. بعدين نفتح الورقه شويه كده، هنلاحظ ان في 3 تنيات، ندخل التانية اللي في النص لجوه هتبقى بالشكل ده. وطبعا نفس الخطوات هنعملها في الجنب التاني. بعدين نسيب من تحت 3 سنتي ونحط المسطره ونتني الورقه، بعدين نفرد التانية وبتني الزاويه دي لحد التانية اللي عملتها عند 3 سنتي. وبس كده نفرد الورقه كويس، وعشان نقفلها بقى نتني الجوانب كده ونحط غيره او صمغ على الورقتين دول ونقفلهم على بعض. وبس كده. من فوق عملت لها ايد بحبل الخيش، لزقته في الورق بلزق شفاف. حطوا بقى جواها التوزيعات اللي تحبوها، شكلها قمر. عايزه اقول لكم كمان تقدروا تستخدموا نفس التوزيعات دي في تسويق منتجاتكم. لو عاملين بيزنس صغنون كده وقدمتوا منتجاتكم في حاجات زي دي هتبقى فكره حلوه قوي، وبستيكر بسيط زي كده باسم البراند بتاعتكم، الموضوع هيبقى في منتهى الشياكه فعلا. وطبعا بفكره الاستيكر دي نقدر نخلي التوزيعات مناسبه معانا مع اي مناسبه عندنا، ده غير انها فرقت جدا في شكل التوزيعات. وما تنسوش تقولوا لي انهي شكل عجبكم اكتر.